خلي هلالك والبدر مبان، سهر مبارك وبقاله زمان. خلي هلالك والبدر مبان. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان شاء الله يكون يوم سعيد كله رزق وصحه وسعاده على الجميع. بصوا بقى في بدايه الفيديو كده خدت يوم روتين معاكم اوريكم بقى عملت ايه، مشتريات وروتين خفيف، وفي نفس الوقت عملنا حاجه جميله قوي نحلي بيها اخر اليوم. فان شاء الله هيكون فيديو خفيف على قلوبكم. بس لو انتوا لسه جداد على القناه اشتركوا كده علشان القناه تنور بيكم، ولو انتوا ناس قديمة عندي فالقناة منورة بيكم يا أحلى متابعين. ده طبعا باسكت اللي بيساعدني جدا في التنظيف. لازم وانت جاية تنظفي حاجة في الشقة خلي معاكي كده علبة باسكت فيها المنظف، ملمع الخشب، الفوطة، أي حاجة هتنظفي بيها. تمام، عشان حتى ما تعملكيش كركبة أول ما تخلصي تروحي واخداها ومرجعة كل حاجة مكانها. أنا عملت ايه بقى؟ أنا عشان أحافظ إن الشقة تبقى نظيفة كل يوم كده بشوف الحاجة المقلوبة وأعدلها. قُلت بما إن الشقة نضيفة بس في حاجات عايزة تتعدل وتتساوى فعملتها معاكم. سويت السرير ونفضت الملاية، خدت برضه الكومود كده بملمع الخشب ولمعته. الحاجات دي بتخلي دايما شكل الشقة عندك مترتب نضيف، ما وراكيش حاجات كتير لأنك بتعملي أول بأول. تمام. وبما إني جنب باسكت الغسيل فقلت يلا نشغل الغسالة ونعمل دورة غسيل. ظبطت الأول شغلت المية وحطيت المسحوق عشان المسحوق يدي رغوة، وطبعا أستاذة جنى لازم هي اللي تحط الغسيل. مادام شافت غسيل عند الغسالة يبقى هي اللي لازم تحطه. بدأت ان انا اناولها وهي تحط بقى ايه في الغسالة كده. وما تقلقوش الغسالة ما بتكهربش ولا حاجة، الحمد لله، هي مجرد بس بتحط الغسيل وعلى طول بنزلها. هي اصلا بتفرح قوي لما بتساعدني، كل ما تحط حتة في الغسالة تفضل تضحك كده وتبقى فرحانة ان هي بتعمل حاجة. ربنا يفرح اولادكم جميعا ويحفظهم ويكبروا على خير كده ان شاء الله. بصوا انا بحب لما اكون بنظف مثلا وحاسة ان انا لسه قاعدة شوية بنظف فبشغل حاجة تديني طاقة، استفاد منها معلومات مثلا تهمني في حياتي او تقربني من ربنا. بالذات انا بحب قوي الناس اللي بتتكلم عن علم النفس العلمي اللي بيساعد على إيجابية الإنسان جدًا، وفي نفس الوقت بتساعده إن هو يقرّبه من ربنا، زي عمر خالد، مصطفى حسني. الناس دي باحس إن هي بتتكلم من قلبها، مش إن هي عايزة تخوّفنا من إن أنت مش هتصلّي هتخش النار، إن أنت مش هتصلّي مش عارف هيحصل إيه. طبعًا لازم تصلّي عشان يحصل كل حاجة في حياتك، وكمان عشان تدخل الجنة. لكن الناس دي بتحاول إن هي توصّلك بإن أنت نفسيًا مُهيأ للحياة، ومُهيأ إن أنت تكون بتصلّي، بتعبد ربنا من قلبك، بتستحضر كل حاجة حلوة علشان أنت من جواك حلو، يعني علشان أنت سلوكيًا ونفسيًا إنسان سَوِي، إنسان كويس جدًا. هو ده اللي أنا باحبه، باحب جدًا أسمع الناس دي. اسمعوهم بجد. عمر خالد عامل فيديوهات حلوة أوي الأيام اللي فاتت عن الطاقة الإيجابية والعادات اليومية والقرب لربنا، وطبعًا برنامج الرسول، فالبرامج بتاعته حلوة أوي. بصوا هنا بقى خلصت أوضة النوم، خرجت على الصالة كده برضو تلميعات، مسكت السفرة لمعتها وشلت المفرش بتاعها، والشجرة برضو بلمعها. أي حاجة إزاز عندي بلمعها بالملمع الإزازة الحمرا دي، فيها مية بريكس وحبة من كليني اللي هو بديل ديتول. تمام. لكن الخشب بلمعه بملمع الخشب اللي هو موشن سبراي، حلو قوي بيلمع وريحته حلوة، وكمان ما بيغيرش الخشب خالص. انتي اهم حاجة لما تنضفي حاجة بيه ويكون عليها تراب شيلي بفوطة الاول التراب ده، وبعد كده لمعي بفوطة نظيفة. هتخلي دايما الخشب معاكي بيدي لمعة حلوة وما يغيرش. جيت على الجزامة بتاعتي برضو رحت عملت برضو لمعت الحاجة اللي عليها كده، وشلت المفرش ولمع الازاز بتاعها. حاولي استخدمي الحاجة اللي عندك في التجديد، يعني مش شرط ان انتي تجيبي حاجات جديدة عشان تجددي بيها. فكري والله العظيم بيبقى عندنا حاجات ممكن نغيرها من مكان لمكان وبتدي شكل حلو. شفتوا المفرش اللي انا حطاه على السفرة اللي هو الاحمر الرنر ده مش مفرش ولا حاجة، ده كان كيس المخدة، كيس الملاية عندي. لما اشتريت الملاية من الوكالة عملتها باستك هناك، هم خيطوها لي يعني، عمل لي كيسين وخداديتين. تمام. فانا عندي البتاع الطويلة دي انا مش عارفة اسمها مخدة ولا خدادية، انتوا قولوا لي. المخدة الطويلة دي عندي واحدة بس،
فسِبت ليها الكيس بتاعها، والكيس التاني طبعًا مش هارميه، فخلّيته عامل زي runner كده للسفرة. أنتِ برضه هتلاقي عندِك حاجات ما بتستخدميهاش، بس ممكن تعملي منها ديكور تجددي بيها، تمام؟ بُصّوا بقى هنا جِبت المكنسة بتاعتي وهامشّيها على الشقة كلّها، علشان برضه إيه، تشفّط لي الدنيا لو الأرض مش نضيفة أو حاجة. لو أنتِ لسه عروسة وبتجهّزي جهازِك أو أنتِ عايزة تجددي حاجات في الشقة، لو سألتوني رأيي إيه في السجاد، أنا لمّا جيت أتجوّز كان السجاد ده موضة، يعني هو ده كان الtrend اللي طالع، الأشكال دي. لو سألتوني دلوقتي، لأ، أنا باحب السادة أكتر، مش عارفة، يعني أنا إن شاء الله لمّا مثلًا آجي أجدد أو إن أنا أجيب سجاد تاني، هاجيب السجاد السادة، مش هاجيب مشجّر تاني خالص. بس مش هارمي طبعًا الحاجة بتاعتي، لأ، خلّي الحاجة عندِك علشان تستخدميها كغيار، يعني مثلًا أنتِ غاسلة السجاد اللي عندِك فتطلّعي الغيار التاني وتحطيه، ولكن أنا السجاد عندي كلّه مشجّر، ملاحظين؟ يعني أنا بتاع سجاد أوضة النوم pink في رمادي، علشان برضه الدهان عندي في أوضة النوم اللي هو برضه pink في grey. لو جيتوا في الصالة هتبقى نبيتي، لو في أوضة الأطفال mint grey mint green في grey. فالألوان عندي كلّها مشجّرة، لكن أنا باحب جدًا السادة، وعندي برضه ستارة الأطفال مشجّر مع سادة رغم إني أنا ما باحبش كده، أنا باحب الستاير السادة، فمش عارفة لمّا بنيجي نجهّز حاجاتنا علشان جوازنا أحيانًا بنبقى مرتبكين، بيبقى تفكيرنا في حاجات كتير، فبتلاقي نفسِك جبتِ حاجات من غير ما تفكّري فيها كويس تفكّري وتدوّري وتشوفي إيه الأحسن اللي أنتِ بتحبيه، وتيجي بعدين كده بعد جوازِك بفترة تقعدي تقولي إيه ده! أنا جِبت اللون ده ليه؟ أنا كنت المفروض أجيب لون تاني، أنا أصلًا ما باحبش اللون ده. عملتوا كده والّا لأ؟ في حاجات حصلت معاكم بعد الجواز اكتشفتوا إن أنتم جبتوها وأصلًا مش ذوقكم أو أنتم مش بتحبوها والّا لأ؟ لو أنتم سألتوني أنا كل حاجة عاملاها في الشقة الحمد لله كانت بذوقي، يعني أنا وأحمد كنا بنختار كل حاجة من على التطبيق اللي هو بيساعدك في الديكور والdesign المفروشات والأثاث وكده، فعملناها كلّه سوا. الحمد لله كل حاجة عاجباني في العفش والدهان وفي الشقة كل حاجة عاملينها حلوة، لكن في حاجات كده في الفرش أنا جايباها حاسة إن كانت هتبقى أهدى لو جبت مثلًا السجاد سادة. يالّا بقى أوريكم المشتريات بتاعتي عشان ما نطوّلش على بعض. بُصّوا، أنا جِبت هنا عبور دي المراعي مش عبورلاند، لأ دي المراعي الجديدة أنا جرّبتها في طعم الجبنة الرومي وكانت عاجباني أوي، فجِبت بقى هنا علبتين ربع فيتا وربع طعم جبنة رومي مع كيس الموتزاريلا الحمد ده 200 جرام ب30 جنيه، وجِبت برضه نُص كيلو قمح عشان نعمله بليلة بقى رمضان وكده، وقبل رمضان على فكرة الأيام دي برضه، في الفطار، بالليل في العشا، عايزة تعملي كوباية بليلة بلبن، حلو أوي. وجِبت لبن بودر باستخدمه في المعجنات، وكمان جِبت جبنة قريش القطعة دي ب30. هو الربع الكيلو عندي ب100 لكن عند ماما ب85. وجِبت كيس خميرة، أنا عندي خميرة بس أنا قُلت أجيبه استحراث عشان لو اللي فوق خلص، وجِبت جبنة رومي برضه هاستخدمها في الmini بيتزا اللي هنعملها مع بعض، علشان تحلّي بيها في آخر اليوم كده بتبقى حاجة حلوة جدًا، وتقدري كمان تحطيها في الفريزر في أي وقت بقى. الصبح في الفطار مش عايزة تعملي فطار طلّعيها مع كوباية شاي بلبن، بالليل لو اتغديتوا بدري وبالليل مثلًا جُعتِ وعايزة تاكلي حاجة، طلّعي برضه وحطيها لو عندِك ميكروويف لو مش عندِك سخّني الفرن وحطيها، برضه هيبقى حلو أوي. بدأت بقى أشيل كل حاجة في العلب، علشان إيه، الجبن وأي حاجة لمّا بتحفظيها في العلب بتقعد وقت أطول وبتبقى بنفس الطعم، لكن لو مثلًا فتحتِ علبة الجبنة وبدأتِ تستخدمي منها وسِبتيها مفتوحة في التلاجة، طعمها بيتغيّر وبتنشف، الوش بتاعها بينشف، فالأحسن إنِّك تحطّي كل حاجة في علبة محكمة الغلق وتسيبيها في التلاجة بتبقى أحلى كتير. فضّيت بقى هنا علب الجبنة معاكم، وبمناسبة رمضان وأغنية رمضان اللي حطيتها لكم في المقدمة، عاملين إيه وبجد أنا باحب أوي أستشعر جو رمضان وباحب أستشعره من البداية، يعني من قبلها من أيام رجب كده أستشعر رمضان، عشان رمضان لمّا بيبدأ بيجري، بيجري بجد، بالذات لو أنتِ مثلًا موظفة أو لو أنتِ عندِك أطفال، كل ده بيسحب من وقتِك فما بتحسيش برمضان خالص. علشان كده عايزين نحسّه من دلوقتي، كل شوية عايزين نتكلّم على رمضان واعملوا حاجات حلوة في رجب، صوموا لو عندِك أيام أنتِ ما صُمتيهاش في رمضان صومي دلوقتي،
لو عايزة تطلّعي إطعام، لو ادعي كتير، لو تطلّعي صدقة، اعملي كل الحاجات الحلوة في رجب، عشان رجب، شعبان، ورمضان من أحلى 3 شهور في السنة طبعًا. ربنا يا رب يتقبّل مننا ويكون 3 أشهر علينا كلّهم حلوين وكلّهم بركة وسعادة وتقبُّل لدعائنا، ويكونوا يا رب شهور الفرحة لفلسطين وسوريا والسودان، أي بلد عربية يا رب عندها كرب وبلاء. بُصّوا هنا الحاجة اللي أنا باعملها دي باعملها لجَنَى، دي لازم تعمليها لأطفالِك، بجد حاجة مفيدة جدًا، وتنمّي عندهم المُخ والتطوّر الذكاء والتطوّر العقلي، تبقى حلوة جدًا ليهم. عبارة عن إيه؟ مكسرات مع سمسم، أي نوع من المكسرات عندك، هتجيبي لهم بقى لوز، عين جمل، بندق، سوداني، أي نوع، تمام؟ كل المكسرات مفيدة وكلها بتحتوي على الأوميجا 3 اللي مغذية جدا للمخ، تمام؟ هاتي حاجة بسيطة، هاتي ب50 جنيه بس، مش لازم تروحي تجيبي بمبلغ، هاتي ب50 جنيه، حطيها في الكبة، وهاتي مثلا ب20 جنيه أو 30 جنيه سمسم أبيض، واديله تحميصة بسيطة على النار كده، وبعد كده حطيه في الكبة يطحن بقى مع أي نوع مكسرات انتي هتجيبيه، وبعد كده شيليهم في التلاجة وسيبيها، شيليهم قصدي في علبة وفي التلاجة. زبادي حطي عليه معلقة، مثلا عاملة لهم بليلة حطي معلقة، اديلهم معلقة كده ياكلوها لو هم مثلا كبار، لكن لو هم لسه أطفال صغيرين هم مسموح معاكي السمسم والمكسرات من بعد ما يتموا 6 شهور، لكن الحاجات دي تكون مطحونة قبل 4 سنين، ما ينفعش الطفل ياكل حاجة سليمة عشان ما يشرقش منها لا قدر الله. بصوا بقى ندخل على عجينة البيتزا. عملتها ازاي؟ حطيت 3 كوبايات دقيق على ذرة من الملح، حطيت كمان بيكنج باودر، وحطيت كيس خميرة فورية اللي هي دريم، وحطيت معلقة من السكر، رشة كده من يعني قد معلقة كده من لبن بودر، بيحلي قوي العجاين بالذات البيتزا، ومعلقة من الزبادي، وكمان معلقتين من الزيت. عندك زيت زيتون حطي، عندك زيت عادي حطي، عايزة تحطي زعتر حطي. انا ما بحبش احط زعتر في عجينة البيتزا عشان احمد مش بيحب الزعتر قوي، بحط بس الزعتر في الصلصة اللي انا بدهن بيها وش البيتزا. طبعا هتعجني العجينة بتاعتك في العجان لو عندك عجان، مش عندك يبقى هتعجنيها بايدك زي ما انا عملت. بعد ما تعجنيها كويس غطيها بقى بكيس شفاف كده علشان ما تعملش وش منك او ما تقشرش، وبفوطة وغطيها ودخليها مكان دافي، بالذات احنا في الشتاء لو سبتيها بره مش هتخمر او مش هترتاح. انا دفيت بقى الفرن شوية وحطيت طبق العجينة فيه، وبرده جهزت طبق اللي انا هعمل بيه حشو البيتزا. اللي عندك حطيه، عندك والله فراخ مثلا لحمة مفرومة، سوسيس، بسطرمة، اي حاجة عندك في التلاجة عايزة تعملي منها حشوة البيتزا ما بتقولش لا. بصوا هنا بقى دي صلصة البيتزا السريعة. تعمليها ازاي؟ معلقة كاتشب على معلقة صلصة جاهزة، على زعتر على زيت، وتقلبي وتعملي بيها تدهني بيها وش البيتزا. عايزة تعملي الصلصة التانية اللي هو تعملي لها توم او تحطي لها توم باودر وصلصة وعلى النار، اوكي، الاتنين طعمهم حلو جدا. ودي برضو ممكن تحطي لها توم باودر برضو بيبقى حلو، بس انا ما بحبوش قوي في البيتزا، لان انا هناكلها بالليل كده مع مثلا حاجة ساقعة مع شاي بلبن، مش ان انا ايه هتغدى بيها. بصوا هنا بقى خرجت الهوا من العجينة عندي، وكنت مجهزة طبق الحشو، وهبدأ ان انا هقطعها واحطها معاكم في الصاج. بصوا هنا التقطعات اللي انا عملتها للبيتزا دي كنت انا طريقة شفتها على الانستجرام وحسيت ان هي حلوة، حسيت ان انا لا انا هعملها وفي نفس الوقت اشوف النتيجة واقول لكم. وهي ان بدأت تقسم العجينة، وبدأت بالكاس كده بالقاعدة بتاعت الكاس دهنتها زيت، وبدأت تعمل بيها البيتزا علشان تبقى مضغوطة من جوه كده وتاخد الحشو. هي طريقة حلوة، اللي عايز يجربها برضو ممكن تجربوها حلوة، لكن الأحلى انك تجيبي تفرديها وتقطعيها بقطعات البيتزا، وبعد كده تبقي تضغطي بس من جوه بصباعك كده علشان تعمل معاكي حرف لو انت عايزة تعمليها بحرف. وبرضو والله الطريقة دي حلوة برضو، يعني اللي عايز يجربها برضو حلو. بدأت بالشوكة اخرمها كده عشان عجينة البيتزا تبقى هشة وطرية، وبدأت بقى بالصلصة اللي احنا عاملينها جاهزة للبيتزا، وهي عبارة عن صلصة برطمان، وحطيت عليها كاتشب وزعتر وزيت، وممكن تحطي توم باودر وتدهيني بيها وش البيتزا. دي بيتزا ميني بيتزا سريعة، اللي هو انت بالليل مثلا عايزة تعملي حاجة بسرعة ما تاخدش معاكي وقت. لكن لو انت هتعملي بقى بيتزا للغدا وهتعملي مثلا 3 صواني بيتزا 4 صواني، دي بقى اعملي فيها مجهود. لكن احنا بنبقى طول اليوم عاملين مجهود، عايزين الحاجة اللي هناكلها بالليل او نحلي بيها تبقى ما تاخدش معانا كده وقت كتير.
حطيت الحشو اللي هو فلفل، طماطم، جبنة رومي، موتزاريلا، زيتون. ده تحطه كمان. بدأت ان انا شغلت الفرن علشان تكون سخنة، وهدخل البيتزا. ما بتاخدش وقت. وباقي العجينة هنعمل بيها برضو بيتزاية تانية هنشوفها مع بعض. عاملين ايه الايام دي؟ عاملين ايه رمضان؟ بدأتوا تشيلوا مثلا فلوس زيادة علشان تجيبوا خزين رمضان، ولا بدأتوا تنزلوا تجيبوا الخزين نفسه؟ في ناس بتحب مثلا توفر فلوس علشان تيجي مثلا قبل رمضان بأسبوع تنزل تجيب خزين رمضان كله مرة واحدة. وفي ناس بتحب تجيب من قبلها، من كل مثلا شهر حاجة، تزود حاجات مثلا، تجيب زيت، سكر، مكرونة، رز، الحاجات اللي هي العلافة والعطارة دي، وتيجي مثلا بعدها تعمل خزين للخضار واللحوم علشان يجي رمضان. والله الحاجة غليت. بقى في زحمة في السوق، بيبقى في زحمة أحيانا كتير قبل رمضان مثلا بأسبوع، بتلاقي في زحمة. المشتريات بقى والناس في الأسواق بتشتري حاجات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. فأنا بفضل بالذات ان رمضان اخر سنتين الحاجة كانت بتغلى قبل رمضان بسعر اوفر شوية. لا، انا بفضل انك تجيبي من دلوقتي الحاجة لو متوفر معاكي الفلوس، او مثلا تقدري انك تاخديها من زوجك ويبقى يخصم منك مثلا الفلوس اللي انت خدتيها، وتحسبي ايه اللي انت جبتيه عشان يتخصم على قده بالظبط. وهاتي الحاجة من دلوقتي. شوفي اللي انت بتستخدميه في الشهر، بس تعالي على شهر رمضان وزودي شوية. لان مثلا في رمضان بتعملي اكتر. ممكن في الايام العاديه تقولي لا مش هعمل غدا النهارده، هنطلب بيتزا مثلا، هبقى قلي بطاطس مع بيض مثلا. لكن في رمضان بيبقوا راجعين من الشغل تعبانين وصيام، بيبقى محتاجين كده ايه، اكله حلوه علشان نصلي التراويح واحنا واكلين كويس. يلا بصوا بقى باقي العجينه عملنا ايه. فردناها بالمنشبه عادي، وبدات ان انا حطيتها في الصينيه عندي هنا ودهنتها الصلصه بتاعت البيتزا. وهرص باقي الخضار اللي كان عندي. كانت محتاجه خضار اكتر وحشو اكتر، لكن انا كسلت، قلت لسه هقطع فلفل وطماطم تاني. يلا يا دينا يلا حطي اللي عندك في الطبق وخلصي. بصوا هنا الميني بيتزا طلعتها من الفرن. حطي عليها كاتشب بقى كده مع حاجه ساقعه. يا سلام. بجد بحس قوي ان المخبوزات في البيت بتدي احساس حلو قوي، احساس ان في حاجه حلوه بتتعمل. ان البيت ده متعمر كده في خير. انا بحب المخبوزات جدا. يعني انتوا ممكن تجيبوا لي شوال دقيق هخلصه لكم عادي، مفيش مشكله. اللي عنده دقيق زياده قولوا لي وانا هاجي اعمل لكم مخبوزات ان شاء الله. بعد فيديوهين كده هنزل لكم الباتيه، هيبقى تحفه. عايزه اقول لكم ان انا ممكن احيانا كتير ببقى قاعده انا واحمد وعايزين مثلا نشرب شاي، بالذات بالليل الشتاء والجو البرد ده بيبقى عايزين حاجه كده تدفي وفي نفس الوقت نشربها مع الشاي. فبقوم اعمل باتيه بسرعه، ما بياخدش وقت. هعمله لكم ان شاء الله علشان تعملوه تحفه تحفه تحفه. بصوا البيتزا بقى. بصوا يا سلام على المطه. هنا كانت البيتزا سخنه وجميله، وبوريكم قد ايه ان هي طريه والموتزاريلا سايحه فيها وجميله. وهنا بوريكم بصوا البيتزا التانية دي اللي استوت كويس، وبدات انا قطعتها وحطيتها هنا في الاطباق بقى عشان نبدا ان احنا ناكل. ألف هنا على قلوبكم، ويا رب يكون فيديوهاتي خفيفة على قلوبكم وتكونوا بتحبوها. ويا ريت تكتبوا لي كده في التعليقات الفيديوهات حلوة ولا أخلي مدتها صغيرة أكتر ولا المدة دي كويسة. ووضحوا لي رأيكم في التعليقات عشان طبعا رأيكم يهمني جدا. كده أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي على خير، ويا رب كان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. باي باي.